النهاردة هتعملي معايا طريقة مكرونة بالبشاميل حكاية هتعجب كل اللي في البيت، وخفيفة ما فيهاش دهون كتير. وهنعمل البشاميل على البارد، وهنحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نخليهاش التكلفة بتاعتها عالية. فزي ما انتوا شايفين مكرونة طالعة، اللون بتاعها جميل جدا، المظبوطة طالعة خرطة. هنبتدي مع بعض الوصفة بتاعتنا. اول حاجة انا عندي تقريبا حوالي 150 جرام لحمة مفرومة، دي اقل من الربع كيلو بكتير يعني. زي ما انتوا شايفين انا حطيتها في المقلاية من غير اي زيت ولا اي حاجة. حطيتها الاول، طلعت ميتها، نزلت عليها بالبصل المبشور بتاعي. لا انا ما بحبش احط في اللحمه المفرومه زيت، لان انتوا عارفين ان اللحمه بيبقى فيها دهون. بعد كده حطيت الملح بتاعي، وحطيت رشه الفلفل، وعندي السبع بهارات، دي اللي بتدي اللحمه طعم وريحه في منتهى الجمال والروعه. بقلبها لحد ما تستوي، وكده خلاص اول جزئيه خلصت. هعمل بقى الصلصه بتاعتي. انا ما غسلتش المقلايه مطرح اللحمه المفرومه، جبت بصلتين مبشورين وحطيتهم في المقلاية مطرح اللحمة المفرومة، ما غسلتهاش هتدي لها طعم. وعندي هنا نص معلقة توم مفروم، حطيته مع البصل، وبديلهم التشويحة بتاعتهم لحد ما بياخدوا اللون بتاعي الذهبي ده الحلو. هجيب بقى الصلصة بتاعتي. انا زي ما انتوا عارفين انا بجيب الطماطم دايما وبسبكها، فدي بتوفر عليا وقت ومجهود كبير جدا. بطلعها من الفريزر على طول احطها بقى عندي الصلصة جاهزة. ومعايا ورقتين لوري، ده بيدي نكهة للصلصة جميلة جدا. الطريقة دي انا اخدها من والدتي، الطريقة دي بتخلي الصلصة جميلة جدا. الصلصة زي ما انتوا شايفين اتسبكت معايا وبقت تمام، حطيناها على جنب. نيجي بقى للبشاميل. ده اللبن بتاعي انا غلياه من امبارح. اللبن ده انا جايباه من الفلاحين اللي هم بيبيعوا اللبن، مش من اللبان. زي ما انتوا شايفين مليان قشطة ودهون، فمش محتاج مني اي حاجة. حطيت عليه ربع معلقة فلفل اسود، وربع معلقة السبع بهارات، وحطيت برضو نص معلقة توم باودر، وقلبتهم مع بعض. قلبتهم، ما تنسيش الملح، ملح مهم. هنا عندي بقى 4 معالق هرمية كبيرة دقيق، مدوباهم في مية ومصفياهم كويس، حطيتهم على اللبن بتاعي. زي ما انتوا شايفين تقل وبقى سمكه تقيل وجميل. كده البشاميل بتاعي خلص من غير دهون ولا سمنه ولا زبده ولا اي حاجه. مكرونه عندي اتسلقت، زي ما انتوا شايفين ما كانش عندي مكرونه مكرونه قلم. حطيت مكرونه عقل اللي كانت موجوده عندي، حطيت الصلصه وقلبتها كويس. انا مش شطفتش المكرونه عشان تاخد الطعم. وجيبي كل الصلصه بتاعتك علشان تدي للمكرونه طعم كده وتطلع جميله. انا بقلبها كويس مع الصلصة بتاعتي. وبعد كده هجيب معايا إيه بعد كده هجيب معايا 3 4 معالق من البشاميل بتاعنا اللي احنا عاملينه ده، وبقلبهم مع بعض. ده بيخفف شوية من الصلصة، وكمان بيخلي المكرونة متماسكة. هنا انا بدهن البايركس بتاعي، الطبق بتاعي، بمعلقة سمنة كده. يا جماعة اهم حاجة عندنا النظافة، ايدك تبقى مغسولة على طول ونظيفة. انا ايدي على طول بغسلها على طول اول باول. ما بحبش البس جوينتي، بحب استعمل ايدي على طول، فعلى طول بغسلها. اهم حاجة النظافة عشان اطفالنا وعشان احنا كمان. هنا انا حطيت نص المكرونة في البايركس بتاعي، ورشيت اللحمة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. حاولت ان انا اوزعها في كل حتة عشان كل خرطة يطلع فيها حتة لحمة. وجبت النص التاني بتاع المكرونة، وهحاول ان انا اساوي المكرونة بحيث ان هي تبقى طبقة واحدة، ما يبقاش في حتة عالية وحتة واطية. حاولت على قد ما اقدر ان انا اساوي معايا المكرونة. وهنا انا جبت معايا البشاميل بتاعي، وبحط البشاميل بتاعي وبحاول ان انا اسويه. طبعا انا بنضف البايركس بتاعي بالمنديل عشان لما يخش الفرن بيتحرق. الحاجات اللي بتبقى على الطروف دي بتتحرق، وبتخلي البايركس بتضطر ان انت تنقعيه عشان خاطر ان هو تدعكيه كويس. وبرضو ريحة الحرق ما بتبقاش حلوة في الاكل. وحطيت معايا زي ما انتوا شايفين معلقة سمنة، حطيتها فوق الوش، دي اللي هتديني اللون
ودي اللي هتديني اللون من غير بقى ولا بيض ولا موتزاريلا ولا الكلام من ده. دي اللي بتديني اللون وبرضو بتدي طعم جميل للمكرونة. هنا المكرونة زي ما انتوا شايفين طلعت معايا لونها ما شاء الله جميل جدا من غير اي حاجة، هي معلقة السمنة بس. هنا انا كانت سخنة جدا فما طلعتش خرطة، بس طبعا انتوا لو تشوفوا انا ولادي ورا الكاميرا عايزين يا ماما ناكل، عايزين يا ماما ناكل، فاضطريت ان انا اغرف لهم. انا بوريكم انا بغرف لهم. لكن لما بردت شوية المكرونة بردت معايا بقت خرطة، بتتقطع خرطة، تطلع معايا خرطة. في ناس بتحبها سايحة، الناس اللي بتحبها سايحة تاكلها سخنة هتطلع معاها سايحة وجميلة. وكتري البشاميل. الناس اللي بتحبها خرطة زي حالاتي سيبيها تبرد هتلاقيها جميلة. واتمنى ان الوصفة تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.